هنفتح الاوتلوك وهتخش على فايل واوبشن. بعد ما تخش على اوبشن هتلاقي ايه كلمه ميل، هتخش هنا على الفونتس. هنا بص يا سيدي بيقول لك ايه، بيقول لك نيو ايميل مسج، نوع الخط هيكون ايه. طيب لما تيجي تعمل ريبلاي انت عايز نوع الخط ايه؟ طيب تعال نجرب كده، هنقول فونت مسج، او لما نيجي نعمل نيو مسج خلينا نعمل خطوط مختلفه بحيث بس ايه نشوف الدنيا ماشيه ازاي. طيب هنخلي لما نيجي نكتب رساله هنخليها بخط، طبعا كل ما بتطبق هنا ايه الاكزامبل اللي انت بتنفذه فوق، هنخليه مثلا بولد، ونوع الخط مثلا فيردانا. اوكي، الكومبلكس ده اللي يقصد بيها اللغه العربي. انا عامل طبعا اللغه العربي انسب خط ليها بالنسبه لي اللي هو كاليبري ده. طيب خلينا نغير مثلا، نخليه بص نوع الخط اللي تحت ده، وخلينا نميزه بيكون اكبر شويه بحيث ان احنا نشوف ايه اللي هيحصل. بص ركز معايا، ده نوعه فيردانا وحجمه 12 وده حجمه 18 في ايه؟ في النيو مسج. طب ندوس كده، بص زي ما انت شايف نيو مسج. طيب لما تيجي تعمل ريبلاي ممكن تثبت حجم الخط ونوع الخط لما بتيجي ترد على اي رساله. طيب تعالى نرد على اي رساله مثلا، او انا اسف يعني ايه، نخلي حجم الخط، بص انا هختار عشوائي كده عشان ايه بس ايه اوكي نخليه يا عم 20. طبعا احنا ما اتفقناش على ان هو يكون 20، بس خلينا ايه مجرد نجرب. انا هرجع كل ده اصلا تاني في العربي، نخليه بالحجم ده بالشكل ده. يبقى بص هنا لما بتيجي تعمل نيو مسج هيكون كده وبالعربي هيكون كده. طيب لما تيجي تعمل ريبلاي هيكون كده وبالعربي هيكون كده. تعالى بقى نجرب. اوكي هندوس اوكي، هندوس اوكي. تعالى نعمل نيو مسج، تعالى نكتبها بالانجليزي الاول. واخد بالك هو ما كتبهاش بخط 10 ولا خط الديفولت بتاع الاوتلوك، لا هو نفذ اللي انت حطيته له هناك هنا تمام في منطقه العمليات بتاعتك. تعالى نكتب بالعربي مثلا، شايف؟ اوكي ده كده ايه، بص فوق كده اول ما اجي عند العربي شايف هو الخط اللي انا اخترته بالفونت بتاعي. تعالى كده نعمل ريبلاي لاي مسج مثلا كده المسج دي مثلا، وتعالى نعمل ريبلاي كده ونشوف هيتعامل ازاي. انا عامل عربي، بص هو واخد بالك ايه اللي حصل. ونفس الكلام خلينا نحول انجليزي، بص لما ادوس الت شيفت وحولت للانجليزي شوف هيكتب ايه. طب تعالى نحول عربي، اول ما احول عربي حولها للخط اللي انا مختاره. فدي اول حاجه هتسهل عليك جدا ان انت مش كل ما تعمل نيو مسج وتكتب رساله تقعد تنسقها وتقعد تختار نوع الخط وحجم الخط. انت من الاول خالص تخش على اوبشن وتخلي حجم الخط ثابت.